السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي كل يوم جديد مع ام رحمة على اليوتيوب. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل نوع بقسماط حلو قوي قوي. جميل جدا وسهل وبسيط ومقاديره بسيطة زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض بقسماط عين اليمامة. زي ما انا قلت لكم مقاديرها بسيطة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واعرفكم مقاديري ونشتغل في البقسماط. في البداية قبل ما اعمل اي حاجة، اذا عجبكم الفيديو بتاعي بالله عليكم اوعوا تنسوني باللايك وبالشير وتفعلوا لي زر الجرس وتشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. اعرفكم بقى على مقاديري. معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق ومنخول. معايا كوباية مية دافية، نص كوباية زيت. معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعايا معلقتين سكر. والسمسم اللي هستخدمه للبقسماط سمسم وعليه حبة البركة. هي دي بس كده المقادير، ورشة ملح هحطها على الدقيق واحنا بنعجن. هي دي بس كده المقادير. يلا نبدأ بقى ونعجن. هحط كوباية المية الدافية، واحط معلقتين السكر، معلقة الخميرة، واقلب كده. دوبي السكر والخميرة مع بعض كده. دوبت السكر والخميرة كده في كوباية المية الدافية. احط نص كوباية الزيت، افضي الدقيق، ومعايا رشة الملح، والم العجينة كده زي ما انتم شايفين كده. انا مخلية جنبي نص كوباية دقيق احتياطي، احتجتها هحطها، ما احتجتهاش يبقى خلاص. اعجن بقى بايديا. شايفين العجينة بتاعتي عاملة ازاي؟ طرية جدا وحلوة خالص، وما احتجتش نص كوبايه دقيق اللي انا قلت لكم عليها. اغطي بقى كده على العجينه لمده نص ساعه تخمر، وبعد ما يعدي النص ساعه نرجع مع بعض تاني علشان نشكلها. احطها بس كده في مكان دافي علشان ايه؟ تخمر على طول، ما تاخدش وقت. رجعنا تاني يا حبايبي. العجينه خمرت، شايفين شكلها عامل ازاي؟ لازم تخمري العجينه وترتاح علشان تقدري ايه؟ تشتغلي فيها بكل سهوله. معايا هنا انا جايبه صينيه والسمسم بتاعي وحبه البركه، شويه ميه صغيرين، انا ببل ليه السمسم وحبه البركه؟ ببلهم علشان خاطر يلزقوا في العجينه كده. انا بلتهم عشان انتي لو اشتغلتي بيهم وهما ناشفين مش هيمسكوا في العجينه بتاعتك. انا كده ايه؟ بلتهم زي ما انتم شايفين قدامكم كده. هبدا بقى ايه؟
اقطع العجين. بسم الله ما شاء الله. اخد جزء من العجينة كده، انا خدت قطعة من العجينة، خدت حتة قطعتها بالسكينة زي ما انتم شايفين كده، افردها كده واروح ايه لفها كده كده، وقافله العجينه كده كويس، واروح حطاها في السمسم. لازم تقفليها كويس، واعمل واحده كمان كده، واروح عاملاها كده، قافلاها كويس جدا كده، واحط في السمسم. اجي اقطع حته عجينه كمان، واروح عاملاها كده، واسماها كده، واجي اخد كده واروح ضماها على بعضها مقفلاها كده، واحط ايه في السمسم، ودي زيها، واروح قافلاها برضو كده كويس جدا، واروح حطاها في السمسم. هجيب بقى ايه صينيه دهناها زيت بسيط جدا، اروح بقى جايبه البقسماط بتاعتي من السمسم، وحطاها كده كده، اقفلها كويس كده زي ما انتوا شايفين كده. انا هكمل العجينه بتاعتي بنفس الطريقه والخطوات اللي انا عملت بيها معاكم. خلصت كده كميه العجين زي ما انتوا شايفين. ايه رايكم؟ انا بقى مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. صينيه البقسماط هتخش الفرن، هتقعد ايه من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، وعلى حسب برضو امكانيات ايه الفرن بتاعك. هسوي البقسماط ونرجع مع بعض تاني. ايه رأيكم بقى كده في شكل البقسماط؟ جميلة جدا، تحفة، ريحتها خطيرة، استوى عالي العال. شايفين شكل البقسماية حلوة ازاي؟ مستوية من تحت ومن فوق ومقرمشة كمان. بصوا اسمعوا معايا، سامعين الصوت؟ ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يعجبكم. سهل وبسيط، ما خدش اي وقت، حاجة بسيطة كده مع الفطار مع العشاء. كوباية شاي بلبن، كوباية نسكافيه، وبالهنا والشفا اللي هياكل. في نهاية الفيديو اذا عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير، فعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.